هاي يا حلوين، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قبل ما نبدأ الفيديو متنسيش تعملوا لايك وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتنورينا كده بوجودك في الكومنتات بالصلاة على النبي ولوف حلو كده من ايدك الحلو. هنا بدأنا بقى ايه، دخلنا الدقيق بتاعنا. هنعمل ايه؟ حذروا فزروا كده يا بنات. قعدت محتارة اليوم كله نعمل أكل ايه، محدش راضي يرد عليا. فأنا فضلت رتبت المطبخ وغسلت المواعين وظبطت الدنيا، بس برضو محدش رد عليا. فقلت أعمل ايه؟ دخلت كده دعبست كده شوية في الفريزر، شوية في التلاجة، في دولاب المطبخ. لقيت عندي كده شوية مكونات حلوين تمشي اليوم وتأدي الغرض. هنعمل ايه؟ بما اني عندي دقيق وخميرة، يبقى ايه؟ بيتزا. فالمهم دخلت كده، كان عندي كنت جايبه الباكو ده بتاع الخميره، ممكن بيقعد معايا بالتلات 4 شهور لو انا ما عملتش معجنات كتير. ومش بستخدمه في المعجنات بس، كمان بستخدمه في الخبيز يعني، بتاع العيش، سواء كان شمسي او مصري يعني، اللي هو المرحرح ده يعني زي ما بيقولوا. فالمهم انا ما شاركتش معاكم فيديو لحد كده لحد دلوقتي بالشكل ده، بس ان شاء الله هشارككم قريب. آه اللهم صل على النبي. كده دخلت حطيت شوية ملح، دول كان معايا حوالي يعني كيلو إلا يعني مش كيلو كام. أنا بصراحة معايرتهمش، بس نخلتهم كده وحطيت عليهم شوية من الخميرة وشوية من البيكنج باودر وشوية من الخل ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة زعتر. وكنت أول مرة أجرب الزعتر في البيتزا. بصراحة فرق معايا بكتير في طعمها، بس يعني بصراحة كان طعمه حلو. المهم هنا انا خلطت الدقيق في الدقيق معايا في الطبق الكبير ده، فما ريحنيش في العجن يعني بعد ما حطيت المكونات وكده. المكونات ايه يا بنات؟ هي عادية عادية خالص يعني، شوية لبن بودرة لو موجودة، شوية زعتر، ملح، مية، خميرة، شوية من السكر. وعجنتهم. المية دي طبعا على حسب ما العجينة معاكي تلمي يعني. عجنتهم وسبتهم يختمروا مع بعض كده وعاشوا الحياة مع نفسهم. وجبت هنا معايا صلصة عادية من المعلبات، وانا بطعمها بشوية بهارات يعني، توم باودر، بصل باودر، سنة فلفل، شوية من الزعتر وشوية من الزيت. وجبت معايا كده وحطيت عليهم شوية من الكاتشب برضو. كانت هي بصراحة بيتزا عادية جدا، خضار، محدش فضلها ان هي تكون بلحمة. وتونة بصراحة عمري ما جربتها. جربتها قبل كده بالاستريبس، كان طعمها حلو بصراحة، الفراخ يعني. بس التونة لا، انا بعملها بالطريقة دي. بفردها الاول على شوية من الدقيق، وبعدين علشان تبقى رفيعة معايا السمك بتاعها بيبقى حلو. وبدهن الصينية بتاعتي شوية من الزيت، وبحط العجينة بتاعتي كده في الصينية. انا كانت العجينة زايدة معايا، فروحت جبت السكينة وقطعاها، لان انا حابة العجينة بتبقى رفيعة بتبقى احلى، وعلشان كمان ما تخمرش معاكي تاني. فبجيب الشوكة دي بفرغها كده، علشان لما تدخل الفرن ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، وبيطلع الهواء بصراحة يعني. دهنتها بالصلصة، عندي شوية من الطماطم، شوية من الفلفل الرومي، شوية من الزيتون. بحط يعني كان كله خضار بصراحة، ما كانش فيه اي لحوم، لان ما كانش حد ليه نفسي ياكل فيها لحوم خالص. فنفسي اجربها بالتونة بصراحة، في ناس كتير بتقول طعمها حلو، بس مش عارفة يعني، ان شاء الله هعملها كده مرة واشاركها معاكم. المهم هنا كنت حابة دي تبقى سبايسي، لان انا وجوزي بنحبها سبايسي يعني بصراحة. فكان عندي قرن فلفل حامي، سبتها كده يعني، حطيتها عليه بس. وفردت التانية دي معاكم، كنت مشغلة الفرن بتاعتي على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني او الرف اللي قبل الاخير يعني، علشان انا الفرن بحط على الشبكة، ما بحطش على الرف الاخير خالص يعني. المهم بس كده، حطيت بحط الاول العجينة، وبعدين
الخضار بتاعي وادخلهم الفرن يستووا صراحة، العجينة والخضار يستوي، وبعدين بنزل بالجبن، دي ماكس جبن ودي جبنة موتزاريلا. بصراحة طعمها جميل وبتبقى حلوة المطة بتاعتها يعني. بس هنا بعد ما تستوي العجينة ويستوي الخضار بتاعي بحط الجبن بتاعتي وبس بدخلها كده، بشغل مش بشغل الشواية، بشغل المروحة، ما بتاخدش اقل من 5 دقايق كمان. هنا كنت خلاص خلصت كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم في الاول، وجربوها يا بنات. بصراحة العجينة بتبقى هشة ورفيعة جدا لما بتفرديها. هنا جاب معايا 5 صواني. شايفين السوا بتاعها تحفة تحفة تحفة. دي بصراحة في اليوم ده بناخد اليوم كله بيتزا، ولادي يعني بيحبوها جدا، فبيفضلوا رايحين جايين، ولو اتبقت منها تاني يوم الصبح برضو بيسخنوها. سواء كانوا رايحين المدرسة بسخنها لهم بياخدوها في اللانش بوكس، ولو كانوا يعني كان يوم مفهوش مدرسة بنفطر بيها الصبح، بتبقى تحفة تحفة تحفة. شايفين العجينة طرية خالص وهشة وتحفة يا بنات، بس الجبنة ما كانتش تمط لان كانت الكمية بردت اهو. شايفين الناحية التانية دي اللي كانت لسه سخنة، فطعمها حلو وتغيير وشوية مخلل، شوية كاتشب حلوين كده. هنا كنت عاملة عصير فراولة فقلت اطر عليهم قلبهم كده وارطب عليهم. الجو ما كانش حر قوي يعني، بس كنت يلا قلت ايه اعمل لهم شغل فنادق او شغل مطاعم يعني زي ما بيقولوا. طعمها كان جميل، انا بصراحة دقتها العجينة مظبوطة قوي، القوام بتاعها حلو، والسمك برضو رفيع مش تخين. واحلى حاجة في البيتزا ان هي يبقى السمك بتاعها رفيع. هنا كنت بغيظهم، ولادي كانوا ورا الكاميرا طبعا والكواليس محتارين مش عارفين يعملوا ايه. اخلص يا ماما اخلص يا ماما، فقلت لهم خلاص كده. شربت شوية عصير كان طعمه تحفة تحفة تحفة.